السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه انفيزيت اي اي انفيزيتز تريدس. التطبيق ده مساحته 86 ميجا، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتداول وبيع وشراء الاسهم ومعرفة اخبار السوق، كل ده بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لو انت حابب ان انت تعرف اي حاجة عن الاسهم والتداول في البورصة ومعرفة سعر اسهم الشركات والشركات القديمة اللي في السوق والشركات الناجحة والشركات اللي ليها تنبؤ بمستقبل كويس والشركات الجديدة اللي برضو ليها سمعة كويسة، والشركات القديمة اللي شغالة في السوق بقالها فترة طويلة وبتحقق مكاسب وأرباح عالية. فالتطبيق ده يقدر يساعدك على كل الكلام ده. التطبيق ده شغال بالذكاء الاصطناعي، بيقدر يقولك على أفضل الشركات، أفضل الأسهم، إيه الأسهم اللي يعني تقدر تحقق مكاسب، الأسهم اللي ما بتحققش مكاسب أو بتحقق مكاسب بعد فترة طويلة، الأسهم اللي بتكون مش كويسة وبترخص، يعني بتعلى شوية وترخص شوية او بترخص اكتر ما بتعلى. كل ده التطبيق ده بيقوله لك وبيعرفه لك وبيقدر ان هو يدلك وينصحك على الاسهم والشركات اللي انت تشتري فيها وتقدر تحقق منها مكاسب وارباح وثروات. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر وصل شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو. فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو علشان اي شخص آه، يشوف الفيديو او شاف الفيديو بعد نزوله بفتره طويله وحمل التطبيق ولقى فيه حاجه مختلفه يكتب التعليق بتاعه. احنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء التعليقات الايجابيه او السلبيه كمساعده منه ومساهمه ان هو لو اي حد غيره دخل على الفيديو وشاهده يعرف ان التطبيق تم فيه تحديث واتغير، سواء بقى افضل او بقى اوحش. ده علشان في ناس كتيرة بلاقيها كاتبالي على فيديوهات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة، 10 شهور، سنة، أكتر من سنة، وبعد ما يشوف الفيديو يحمل التطبيق يلاقي فيه حاجات مختلفة يكتب لي في التعليقات يقول لي أنا لقيت فيه حاجة إيجابية أو حاجة سلبية، أنت ليه ما قلتش على كل الحاجات اللي موجودة في التطبيق ده؟ ببساطة لأن الوقت من ساعة نزول الفيديو لحد ما انت شفت الفيديو ده تم فيه تحديثات كتيرة، سواء التحديثات دي كانت إيجابية أو كانت سلبية. عشان كده دايما بنطلب من الناس إن أي حد يحمل التطبيق ويلاقي حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات بتاعة الفيديو. أما لو انت لقيت الفيديو موجود على القناة بقاله فترة طويلة وخايف إن انت تحمله علشان ممكن يكون في حاجات ما تعجبكش، انت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانا هنزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.